أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز يقول: هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في حياته التراويح إلا 3 أيام فقط؟ الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل في جميع لياليه، ومن ذلك ليالي رمضان، وأنه في مرات كان يصلي وحده، وقد يصلي معه 1 و2، وفي الليالي 3 و4 التي ذكرها السائل صلى معه جميع أهل المسجد. وكانوا في عهد النبوة ينقسمون إلى أقسام في المسجد، يصلي الرجل ويصلي معه 4 أو 5، ولذلك كانوا يتفرقون في المسجد. فالصلاة التراويح في المسجد موجودة في زمن النبوة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا في قيام رمضان، فدل هذا على مشروعية الجماعة لأداء صلاة التراويح. وعمر رضي الله عنه لم يبتدع هذه الصلاة، وإنما وجد الناس يصلون متفرقين على أئمة شتى في المسجد فجمعهم على إمام واحد. فليس عمر هو الذي ابتدأ بصلاة التراويح أو ابتدأ بجمع الناس لها، وإنما هو الذي جمعهم في مسجد واحد على إمام واحد. وإلا من عهد النبوة كانوا يصلونها جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك صلاة التراويح جماعة خشية من أن يفرض على المؤمنين صلاة التراويح. وبما أنه الآن زال العذر أو زال المعنى الذي من أجله كان ترك صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة، فحينئذ نعود إلى مشروعية ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أحسن الله إليكم.